عسلامة عسلامة حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بوصفة الكوكيز رول ناجح وطري وهشوش، بسم الله وما شاء الله. نودكم بيه ولنشهيكم. تابعوني خطوة بخطوة، شوفوا كيفاش تطلع معاكم في الاخر. اول حاجة لا تنسوني بدعمكم في القناة وترنوا الجرس ليوصلكم كل جديد، ويلا تابعوني. اول حاجة عندي 170 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، طلعتها قبل باش هكا تصير ناعمة ورطبة. حطيت عليها 150 جرام سكر أسمر، واللي ما عندوش سكر أسمر يعوضها بالسكر الأبيض العادي، أما هي طعمتها بالسكر الأسمر تطلع أطيب. هكا نخلطهم مع بعضهم حتى تصير كريمي ويندمج السكر مع الزبدة وتتحللنا. بعد عندي كعبتين بيض كاملين مش نحطوهم، وعليهم مغرفتين سكر فانيليا أو مغرفة فانيليا سائلة، يعني اللي عندكم الفانيليا الموجودة في الدار تقدروا تستعملوها. عندي زوز كاسات فرينة ما يعادل 250 جرام، مغرفة بيكنج باودر حطيت، ومغرفة صغيرة صودة الخبز، عملنا هكي رشة ملح، ونبدأ نخلط في العجينة مع بعضهم. هذه لا تستحق لا ضرب كهربائي ولا حتى شيء، بيدينا حتى تقدروا تعجنوها بيديكم. الفرينة نحطوهم دفعات دفعات ونبدأ نخلطوا، خاطر ثم فرينة تشرب أكثر سوائل وثم فرينة تشرب أقل. نبدأ نصبوا تدريجيا بشوي بشوي. مهم العجينة نتاعها ما تطلعش يابسة برشا، راهي طرية وحتى تتلصق في اليدين. قسمت القوام نتاعي على 2، جزء حطيت فيه الحبيبات الشوكولاتة حبيبات بيضة، والأخرى مش نحط فيها كحلة، ونبدأ نخلطهم مع بعضهم. نستعينوا من بعد في الحلال، أنا خليتهم هكا يرتاحوا 10 دقايق، وبعد 10 دقايق رجعت لهم، استعنت هكا بشوية زيت باش تقدر نحلوها بالباهي. مثل ما شايفين حطيت ورقة زبدة عليها ساشي بلاستيك أو بابي سولوفان تقدر تحطوها، ونبدأ نمد في العجينة. باش تمد معاكم أكثر حطوا ورقة زبدة من فوق منها، وتبدو تحلوا فيها تتحل هكا تصير جويدة، يعني البات نتاعها. باش من بعد مش نحطوا فوق منها في وسطها، يعني نحشوها بالشوكولا، من بعد مش نرولوها. تابعوني خطوة بخطوة تشوفوها كيفاش تطلع معاكم. نحلوها قتل هكا تصير نفس المستوى على شكل مربع، يعني نحلوها. شوفوا لي كيفاش هكا صارت هكا، يعني طبقة واحدة خفيفة. باش ندهن بالنوتيلا من فوق، واللي ما عندوش نوتيلا يذوب مثلا طابع شوكولاتي يذوب ويدهن بيه، معناه يصبه من فوق. عندكم الاختيار في التزيين، يعني في الحشوة حطوها هكا نفس المستوى، نوزعوها الشوكولاتة على كامل العجينة. بعد نستعينوا العفو هكا حطيت شوكولاتة زاد حبيبات بيض، ونبدأ نستعين بالساشي ونبدأ نلف، تساعدنا راهي في اللفين. نضغط عليه هكا شوي ونسكر الحرف الأخير باش من بعد كي نطيبوه ما تتحلش لنا. نزيد نحطوا عليها الشوكولاتة من فوق، واللي ما عندوش شوكولاتة وحبيبات هذوما يقدر ياخذ شوكولاتة بيضة ويقصها صغار، يعني مكعبات صغار، يعني من حيروش العفو في الشوكولاتة ولا في المكونات اللي عنا. تطلع بسم الله وما شاء الله. هكا نحاول نستويها باش من بعد تصير طبقة واحدة، ومش ندخلها للثلاجة باش الزبدة تشد روحها وتجمد شوي، باش من بعد نقدروا نقصوها. مرحلة الأخرى العجينة عندي تاع الشوكولاتة الكحلة البنية، باش نحلها بنفس الطريقة في العجينة الأولى. حل الباط بالباهي هكا
على جناب الكل، نخليها نفس المستوى. مش مشكلة وتطلع مثلا مش مستوية في الجناب، من بعد مش نرولوها احنا، ندهنها بالشوكولاتة من داخل بعد نرولها. يحب يزيد شوكولاتة يعني يحشيها من داخل بالشوكولاتة الباهية عنده، كيف ما تحبوا انتم. تحبوها حلوة اكثر تحطوا شوكولاتة، تحبوها حلوة هكين، انا حلاوتها تطلع باهية هكين. ونبدأ الرولي. حتى هذه زيادة مش نحطوها في وسط الثلاجة تشد روحها شوية هكا، باش من بعد نقدر نقسموها وتطلع الكعبات الكل في نفس المستوى يعني. نضغط عليها هكا قد تسكر معانا، يصير قالب واحد. نحاولوا نلموهم من الجناب. بعد ما دخلتهم تقريبا نص ساعة للثلاجة، طلعتهم وتو مش نقسمهم، وسخنت الفور على 160 درجة. حضرت صينية فيها ورقة زبدة باش نطيبوا عليها، ولو تقدروا تطيبوها هكا يعني قالب واحد، ومن بعد كي تطلعوها ما تطيب وتطلع تقصوها. اما حبيت انا نقصها باش تطلع من بعد كل كعبة وحدها يعني باهي مرطوبة وباهي. شفتوا الكعبات الكلها بنفس الحجم ونفس الطريقة تقريبا قصيناهم. وبعدوا الكعبات على بعضهم، مري فيها زبدة وفيها البيكنج باودر خميرة الحلويات، راهي تزيد توسع اكثر مع تكبر الكعبة. حاولوا نبعدوها مع بعضهم باش من بعد ما يلصقوش، تصير لنا خبزة واحدة. شوفوا لي كيفاش انا بعدتهم على بعضهم الكل. نحاول نستوي لكن بقعة السكينة هكا نستويهم، باش ندخلها على الفور على 160. ما تطلبش راهي برشا وقت، 20 دقيقة 25 دقيقة. وانتي زادوا الفور نتاعكم ثم فور يحمى اكثر، معني لازم تنزلوا فيه باش ما يتحرقوش ويتبقوا من داخل عجينة. هذه القالب الاخر تاع الشوكولاتة نوار سودا، كيف كيف باش نوزعهم على الصينية بعدهم يعني على بعضهم هكا. كملتهم. شوفوا لي بعد ما طيبناهم بسم الله وما شاء الله هشوشين وخفيفات، نودكم بهم ولا نشهيكم، وان شاء الله تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم في كومنتير. ولا تنسوني بدعمكم في القناة وترنوا الجرس ليوصلكم كل جديد. مع السلامة، نشوفكم على خير في فيديو جديد.